ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنتكلم النهارده على ماتش الاهلي والجيش الملكي. الحمد لله النادي الاهلي النهارده قدر ان هو يصعد للمرحله القادمه من دوري ابطال افريقيا، قدر ان هو يصعد اول المجموعه. طبعا الاداء مش زي ما احنا ما كنا متوقعين ومش زي ما كنا بنتمنى. النادي الاهلي النهارده بيتعادل مع فريق مع فريق الجيش الملكي. نتيجة صعبة جدا على أرضك في وسط جمهورك، بتتعادل النهاردة بأداء سيء. يمكن النهاردة هنتكلم على كذا حاجة، أغربهم هنتكلم على كامويتش المهاجم الجديد للنادي الأهلي. كامويتش مش هو المهاجم اللي جمهور النادي الأهلي كان بيتمناه. جاله فرصة النهاردة غريبة، عمل ارتقاء، لعب الكورة بره، لعيب محدش قادر يتخيل. يعني احنا كجمهور الاهلي اتعودنا على ليفل معين، حاجه زي وسام ابو علي كده. احنا عايزين لعيب زي وسام ابو علي، لعيب فينيشر. ليه النادي الاهلي فضل زانق نفسه في فتره الانتقالات الشتويه لغايه لما رحت لاختيار كامويش؟ هل كامويش هو اختيار المدير الفني يسرب؟ انا ما اعتقدش، لان في كلام طالع ان هو قال ان هو ده من الحلول اللي اقترحت عليه. يمكن ياسروب طلع اتكلم كذا مره عليه وقال لسه بدري ولسه بياخد فرصه ولسه هياخد وقت وبتاع، وسيبوه يا جماعه وما تقلقوش وبتاع. بس انا شايف ان الموضوع صعب جدا مع كامويش، مش هو المهاجم اللي يقدر النادي الاهلي يعتمد عليه الفتره اللي جايه. طبعا الاهلي النهارده بيصعد وبيبقى اول مجموعته. لعب اول ماتش قدام شبيبة القبائل، قدر ان هو يكسب بنتيجة محترمة، كان كسب 4-1. الماتش اللي بعده مع الجيش الملكي كان في المغرب، وظروف صعبة جدا 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 مر بيها النادي الاهلي مع جمهور نادي الجيش الملكي. وطبعا كلنا عارفين اللي حصل والاجواء اللي حصلت في المباراه دي، وانه الجمهور فضل يحدف ازايز ويحدف سكينه معجون وحاجات كانت صعبه جدا جدا جدا. بس طبعا دي قله قليله من جمهور المغرب، والحمد لله النادي الاهلي قدر ياخد بونت مهم جدا 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 على ارض الجيش الملكي. بعدها بتلاعب يانج افريكانز، قدرت ان انت تكسب ماتش يانج افريكانز هنا بنتيجة 2-0. بعدها رحت لعبت يانج افريكانز هناك وتعادلت معاه. بعدها لعبت شبيبة القبائل في الجزائر، واداء كان سيء جدا جدا جدا، ولولا وجود مصطفى شوبير اللي كان ليه الفضل بعد ربنا. انا شايف ان هو اهم لاعب الفترة الاخيرة في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، اكتر حد اداؤه ثابت، قدر ان هو يحافظ لك على النتيجة، وقدرت تخطف نقطة مهمة جدا 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 من شبيبة القبائل على ارضه. طبعا كلنا عارفين ان الاهلي كان بيمر بظروف صعبه جدا جدا جدا، وهي غياب النجم الاول للنادي الاهلي وهو امام عاشور. بس طبعا احنا عارفين النادي الاهلي كده كده ما بيقفش على لعيب. امام عاشور اكيد فرق جدا جدا جدا، وطبعا كانت في ظروف ماتش يانج افريكانز وبعديه شبيبه القبائل. النهارده بيعود امام عاشور مع النادي الاهلي، بنشوفه كورقه تبديل بينزل. الموضوع كان مختلف النهارده، اداء الاهلي مضيع فرص كتيره، الماتش كان غريب، بس الحمد لله قدر النادي الاهلي ان هو يصعد اول مجموعته. النتيجه دي بتوصلك ان انت خلاص صعدت اول المجموعه، فانت هتقابل حد من 3 فرق. يا هتقابل سان داونز الجنوب افريقي، بطل جنوب افريقيا، اللي طبعا لينا مشاكل معاه كتيره، خاصه ان هو بيلعب في وقت الساعة 3 العصر. طبعا جنوب افريقيا وفرق اللي هي الفرق بتاعت افريقيا كلها معظمها، بخلاف فرق شمال افريقيا اللي هم الفرق بتاعت تونس والجزائر والمغرب، معظم الفرق دي بتروح ان هي تلعب في مواعيد الساعة 3، الساعة 2 الظهر، الساعة 3 العصر، في الرينج ده، علشان يضغطك ويلعبك، لانه هم عارفين ان انت ما بتلعبش في الظروف دي. الملاعب بتبقى سيئه، درجه الحراره بتبقى عاليه، الرطوبه بتبقى عاليه، اللعيبه بتتعب بسرعه. طبعا انت القوه البدنيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي او عامه لعيبه شمال افريقيا مش زي لعيبه افريقيا، يعني مش زي مثلا لعيبه سان داونز او يانج افريكانز او الفرق اللي هي المتمرسه في الاجواء دي طبعا. فده بيديهم افضليه. يا اما هيبقى عندك النصيب ان انت ممكن تروح تلاعب الترجي التونسي. طبعا الترجي فريق عظيم، فريق عنده
يعني حدث ولا حرج عن الترجي، من اقوى السكوادات اللي موجوده في افريقيا، فريق محترم جدا جدا جدا، عنده قاعده جماهيريه عظيمه. وعلى نفس النهج ممكن تروح تلاعب فريق نهضه بركان، برضه فريق مغربي، فريق قوي جدا، فريق محترم، فريق بطل من ابطال افريقيا. فالاختيار مش سهل تماما. بس النادي الاهلي عودنا على حاجه طول عمره، الاهلي ما بيفرقش معاه الخصم اللي هيلعبه. عشان في ناس طالعه كانت بتتكلم يا رب نتغلب النهارده ونصعد تاني، ما نصعدش اول علشان ما نواجهش صن داونز او ما نواجهش نهضة بركان او ما نروحش للترجي. يا جماعه انت النادي الاهلي، النادي الاهلي انت اللي بيهيبك اي فريق مش في افريقيا بس، في العالم كله. انت لما بتروح بتلعب في كاس العالم للانديه، انت يعني لعبت فرق واسامي عظيمه جدا وقدرت ان انت تتفوق عليها. انت ليك تاريخ كبير وليك تاريخ عظيم داخل قاره افريقيا، انت متسيد قاره افريقيا كلها، انت سيد قاره افريقيا، انت زعيم القاره كلها. تمام، انت اكتر نادي في العالم واخد بطولات. فالنادي الاهلي اسمه لوحده مرعب، الاهلي لوحده اسمه مرعب، بخلاف اداء سيء، اداء صعب جدا، بس في الاول وفي الاخر انت ادائك انت اسمك هو اللي بيفرق. النادي الاهلي ما بيهبش حد، النادي الاهلي ما بيفرقش معاه هيلاعب مين، سواء ظروفك سهله ظروفك صعبه، النادي الاهلي هو هيفضل النادي الاهلي. طبعا النهارده في حاجه انا حابب ان انا اتكلم فيها، وهي موضوع ان لعيبه جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي او فئه من جمهور النادي الاهلي ابتدت ان هي تحدف ازايز على اللعيبه في ماتش النهارده. الموضوع ده يا جماعه انا معاكم ان طبعا الجمهورين غلطانين، بس انت دلوقتي صعدت اول، عندك ممكن يعني وارد ان الفيفا يحرم النادي الاهلي من جمهوره اللي هو دايما بيبقى اللعيب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي والداعم رقم واحد. انت دلوقتي بنسبه كبيره ممكن تتوقف الفتره اللي جايه، يبقى حرمت النادي الاهلي من اللعيب رقم واحد. احنا دلوقتي الحمد لله الموضوع عدى وصعدنا اول، ليه يحصل الموضوع ده؟ نفس القصة عند جمهور الجيش الملكي، وارد ان جمهور الجيش الملكي نادي الجيش الملكي يتحرم من جمهوره خلال الماتشات اللي جاية. انت عندك ممكن تتوقف ماتشين اللي هم الماتشين اللي هيبقوا في دور الثمانية. الموضوع مش لذيذ يعني. ليه؟ طب احنا كده صعدنا وخلاص والموضوع قفل، واحنا قلنا احنا اخوات وعرب ودم واحد وكل حاجة، ليه نوصل نفسنا للمرحلة دي؟ ليه نحرم نادينا من دعمنا ليه واحنا الداعم رقم واحد للنادي الاهلي؟ بصوا يا جماعه، الجمهور دايما هو بيبقى رقم واحد بالنسبه للانديه، هو اللعيب رقم واحد. يعني بصوا يا جماعه، انت عندك نادي بيراميدز مثلا، ايه اللي فرقه عن النادي الاهلي او نادي الزمالك؟ ان هو ما عندوش جمهور. تمام، هو لو عنده جمهور هيفرق معاه جدا، هيروح في حته تانية خالص. انت شفت بيراميدز السنه اللي فاتت مأدي اداء محترم، وراح يعني خد دوري ابطال افريقيا وقدر ان هو يعني يعمل مسيره محترمه، بس في الاول والاخير لا خد دوري ولا خد حاجه. ليه؟ عشان ما عندوش جمهور، ما عندوش حد سنده، ما عندوش حد واقف في ظهره، ما عندوش حد بيفوقه في الملعب. عكس النادي الاهلي، عكس نادي الزمالك، عكس نادي الترجي، عكس الجيش الملكي، الانديه اللي ليها جماهيريه عاليه. ده انا شايف ان ده موضوع ما كانش الواحد يتمنى ان هو يشوفه، لان ده هيفرق معانا الفتره اللي جايه. ربنا يستر والكاف يعدي الموضوع، ما يبقاش رايح لحته عقوبه وتتحرم من جمهورك ماتشين وكده، لان انا شايف ان ده هيفرق مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. انت عندك ماتشين اللي جاي، ايا كان هتلاعب صن داونز، ايا كان هتلاعب الجيش الملكي، ايا كان هتلاعب نهضة بركان، هتلاعب الترجي التونسي. الموضوع هيبقى مختلف تماما. انت في مرحلة انت محتاج جمهورك، ماتش ذهاب وعودة، محتاج جمهورك على ارضك، محتاج دعم جمهور اللي هو اللاعب رقم واحد، هيفرق مع اللعيبة كتير. انا يعني شايف ان ده ما كانش المفروض يحصل. كنا نروح لحتة يعني خلاص الموضوع عدى، والنادي الجيش الملكي قدم اعتذار، والموضوع يعني تقبل وخلاص. يعني دي كرة قدم طبيعي بيحصل فيها مشاحنات وبيحصل فيها شد وجذب، بس خلاص عدى الموضوع. فليه نحرم نادينا من دعم اللاعب رقم واحد واحنا رايحين في مرحلة
كلنا عارفين ان هي مرحله صعبه. النادي الاهلي بجمهوره بمن حضر بكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر انت داخل في مرحله صعبه. كنت اتمنى ان احنا نعدي الموضوع، والحمد لله بنشوف النهارده اداء اللعيبه هيبتدوا، يعني نتمنى مستر يستروب يبتدي يركز اكتر مع اللعيبه، نطور اكتر. انا شايف النهارده بيبدا بكوكا، موضوع كان غريب. يوسف بالعمري لعيب عالي جدا 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 الجوده، لعيب هو عارف هو بيعمل ايه، مركزه استلامته بهدوء، بيلعب لعيب راسي، لعيب شايف الملعب كله، بيرفع ثرو محترم. بتشوف اداء النهارده الى حد ما عظيم. محمد علي بن رمضان ابتدى يدخل في الاجواء واحده واحده. اشرف بن شرقي طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى عوده احمد سيد زيزو في اسرع وقت، نتمنى عوده محمود حسن تريزيجيه، اللي هم الاثنين دول فارقين جدا 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 مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. داخل في مرحله نتمنى ان هي تعدي على خير. انا شايف ان النادي الاهلي ممكن ان هو ياخد البطوله السنه دي. الاهلي مستواه مش افضل حاجه، بس يا جماعه على فكره عشان في ناس برضو بتقعد تتكلم وهيحصل فينا وهيعمل. يا جماعه بصوا، لو تابعتوا الموضوع كله الفرق كلها شبه بعضها. يعني الاهلي مش في افضل حالاته، كل الانديه مستواها قريب من الاهلي وهو مش في افضل حالاته. تمام؟ فدي من الحاجات اللي انا حابب ان انا كنت اتكلم معاكم فيها. ما تقلقوش، احنا كل الدعم للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله تبقى بتاعت النادي الاهلي السنه دي. خير رد على كل حد شكك في قدرات النادي الاهلي. النادي الاهلي صرف كتير ومش هياخد حاجه ومش هيعمل حاجه، لا، النادي الاهلي قادر ان هو يكمل. دايما النادي الاهلي حتى وهو في اصعب فتراته معودنا ان هو بياخد كل حاجه. لو رجعنا بالذاكره لورا 2012 بطوله الشهداء، النادي الاهلي واخد دوري ابطال افريقيا وهو ما بيلعبش دوري وما بيلعبش اي بطوله محليه. يعني اللعيبه كانت واقعه بدنيا ومش جاهزه، بس الفكره ان هم كانوا بيلعبوا بروح يعني عايزين يهدوا اللقب للشهداء. طبعا ربنا يرحمهم جميعا يا رب. بس انا بقول لكم ان النادي الاهلي ما بيفرقش معاه قصه اصل عندنا ظروف صعبه، الاهلي واقع، الاهلي زي الاسد يمرض ولا يموت. تمام؟ ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش تعملوا لايك لبيدجات نادي الكادرات على الفيسبوك، على الانستجرام، على تيك توك. اشوفكم في حلقه جديده مع بكر في نادي الكادرات. تصبحوا على خير، سلام.